حط له على طول، حط له على طول، روح يا شريف، يلا التاني، حط يا شيفو، حط يا شيفو، حط يا شيفو. الله 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 الله. الاهلي في كاس العالم للانديه في المغرب يا جماعه، احنا جايين النهارده نتفرج ونشجع الاهلي برغم الزعل اللي احنا فيه بسبب الموضوع اللي احنا محطوطين فيه في قناتنا الرئيسيه ولاد طه كوره، واللي ان شاء الله باذن الله نعدي منه على خير ونرجع للفيديوهات بتاعتنا من تاني بعد ما غلبنا الزمالك 3-0 وفرحنا وغلسنا على عبد الفتاح على نفس الكنبه الزرقاء وبنفس الجاكيت الاحمر. القناه يا جماعه ربنا يستر ان شاء الله تعدي على خير، وفي انتظار رد اليوتيوب علينا عشان ان شاء الله نرجع تاني وبقوه. فالنهارده رد الفعل بقى اللي كان المفروض يتعمل على ولاد طه كوره الرئيسيه هيتعمل على ولاد طه كوره 2، واللي ان شاء الله بفضل ربنا ثم بدعمكم لينا ووقفتكم في ظهرنا دايما هنوصل بيها هي كمان لنفس مستوى ولاد طه كوره الرئيسيه، وان شاء الله احسن كمان. الاهلي بقى في كاس العالم في المغرب نازل اول ماتش ليه ضد اوكلاند سيتي بتشكيلته المعهوده 4-2-3-1 يا باشا. احنا كلنا ثقه جايين النهارده نتدلع ونتمتع الشناوي ومعلول ومتولي وعبد المنعم ومحمد هاني، ونص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي. حمدي فتحي ده يا جماعه اللي الناس سلختني في الكومنتات بعد الكلمتين اللي قلتهم عليه الماتش اللي فات. لا والولا سبحان الله قلت كلمتين عليه طلع نار من بقه يعني حاجه. طب حمدي فتحي وحش بقى يمكن يطلع نار من بقه النهارده. يا جماعه الكوره دي تذوق، يعني مش شرط انا اقول نفس الكلام اللي انت بتقوله، ومش لازم قناعاتي تبقى نفس قناعاتك. اوف سايد دي القناعات مش لازم تبقى واحده، يعني الاراء بتختلف وبتاع. هو حمدي فتحي راجل بيموت نفسه، راجل مجتهد بيعمل كل اللي عليه، ما اختلفناش يعني. بس الكرة دي حاجه كده بتستطعمها. ممكن انا ما بتكلمش تحليل اصلك عشان اطلع اقول لك حمدي فتحي راجل ديستروير بيموت نفسه وبيقطع كوره، هو بيعمل اللي عليه، بس انا مش عارف. موضوع اتنين في نص الملعب اليو ديانج وحمدي فتحي وقدامهم السوليه والكلام ده انا دايما ببقى معترض. شريف حط يا شريف حط. يا نهار ابيض يا جماعه عايزين فرود يا جدعان، عايزين استراحه. ده مش ازاي عارف، لو الزمالك كان زمانه جابها جون شريف. حرام والله يا جدعان. كوره 1-0 اللي بيعمله ده على راي عبد الفتاح، ما بيفتكرش انه والله العظيم ما بيفتكر ساعه غير قدام، والله العظيم بيضيع كوره. يا جدعان عايزين كفايه صفقات يا كابتن محمود الخطيب وهات لنا فرود. دي كوره يضيعها شريف دي. مين الحارس ابو توكا وابو طفيره ده؟ اسمه تريسي. تريسي. الله ان شاء الله تريسي النهارده يعني هتشوف حاجات حلوه قوي. فرحت قوي اما ببص في التشكيل بتاع اوكلاند لقيت المهاجم الولد فرايز اللي قال عليه يوسف في السكريبت بتاعه بتاع الحلقه اللي عملتها. بس والله قلت ايه ده؟ لا الولد تعب خلي بالك في السكريبت بجد، عامل شغل ومدور وبتاع. هو احنا في الحلم بتاعنا قلنا الاهلي هيكسب اوكلاند ده كام؟ 2-1؟ انا مش فاكر. السوليه وكوره السوليه وحطات السوليه شريف واستلامات الشريف الخرا. والله العظيم يا راجل مش عارف انا، والله العظيم يا عمي السوليه برضه. والله يا جدعان السوليه ده اول ما طلع في الاول مش عارف ما كانش كده خالص. الولد لما خد الثقه بقى جامد قوي. الكور اللي بيحطها دي خطيره. انا مش عارف اتكلم على شريف ولا في الاخر هيطلع نار من بقه النهارده وبرضه هيفشخوني في الكومنتات. والله العظيم يا عم. لا وايه قال لك عبد الفتاح هنا قلت له الشناوي ما بيطلعش على ولا كوره صح، ما ساعدتش ولا كوره بعدها طلع عليها غلط، خد كل الكور. والله قلت حمدي فتحي مش عارف ايه. يا لهوي حمدي فتحي احسن لاعب في الماتش. كمل يا سوليه كمل، ربنا بيحبك. يلا يا شريف بتعمل ايه يا شريف؟ يا عم انت مالك يا عم، فاول ولا ما تلعب؟ انت مالك فاول ولا مش فاول؟ ما تركز في الماتش يا عم. ساب الكوره بالله عليك، دي باصه بالله عليك، الكوره هيفرج يقول له فاول. انت مالك انت؟ 11 دقيقه 12 دقيقه نقول الاهلي احسن، الاهلي اخطر، الاهلي اشرس، الاهلي يا نهار ابيض. يلا يا عبد القادر. يا معلول والله العظيم عايز فرود يقطع لبره. يابا يا جدعان الاهلي اخطر، الاهلي احسن، لازم نستغل فتره الضغط دي ونخطف جول، مش هينفع كده. لا يا جدعان ديانج جامد، ديانج واكل نص الملعب. يلا عبد القادر الاهلي اخطر، الاهلي احسن، الاهلي شغال، الاهلي تمام. عبد القادر يلا محمد هاني بتاع كاس العالم وحسين الشحات وهوبا مسكتها تريسي. حارس مرمى عامل ضفيره وعينيه خضراء وبيضاني واسمه تريسي. ده بقى اللي بتكلم فيه، حمدي فتحي
باصه زي دي بدل ما يديها له قدام ويجري نعمل هجمه حطها له وراه، عطل اللعب. ها عبد القادر، ده اللي بتكلم فيه. هو حمدي فتحي راجل بيقطع كوره حلو خالص، بس اهو انت بقالك 15 دقيقه الفرق ما بينه وما بين اليو ديانج كبير قوي. انا مش جايب لعيب يا عم عشان يقعد ماتش زي كده لما بتبقى الكوره في رجل لعيبتي وان احنا اللي ضاغطين واحنا احسن. حمدي فتحي ملوش وجود، كاني معايا لاعب ناقص. ما تقعدش بقى تقول لي حمدي فتحي هو ماشي يا عم حلو لما تكون مضغوط، انما طول ما الكوره معاك انت حتى بسطه يا عم رجله الشمال مش عارف يستخدمها، بتعدي من تحت رجله الكوره. وانا جايب لعيبه خلاص بقى اجيب لعيبه اتفق مع المدرب بتاع الفريق الثاني واقول له يا باشا انت هتضغطني ولا هتسيب لي الكوره؟ اقول لي لا هضغطك، خلاص هلعب حمدي فتحي، هسيب لك الكوره خلاص هحط حمدي فتحي احتياطي. ايه الشغله دي؟ لا احسن بكتير. فده اللي بتكلم فيه، انا السوليه كنت ما كانش بيجي معايا سكه في الاول، نضج كده يالا وهدى وبقى رايق وبيعرف ياخد القرار، ما بيتخضش، ما بيفرقش معاه بيلاعب مين، هو عارف يعمل ايه، واثق من امكانياته وقدراته، مش فارق مع الفريق اللي قدامه. والله مرتبكين وما عارفين هم عايزين يعملوا ايه. والله فرقه مش يعني الاهلي احسن 100 مره. يا اخي الواحد لما بيقعد يفتكر يا اخي ان الاهلي دي كان بيلعب فيها عماد متعب وفلافيو، يا رد حتى السيد بطه يكفروا. مش عارف انا واحد بيشوف ابو شورت اسود اللي كانوا بيلبسوه يا لهوي. والله يا عم، ايوه والله يا عم، ويقعدوا يفوتوا الكوره لبعض. لما بيجي تفتكر تبص تلاقي دلوقتي شريف الفرو يا عم، والله يا انت ناس قرف يا راجل. جات له في حته مش حلوه يعني. لاعبتنا بدات رجليها بقى ترخي في الملعب، ما بيضغطوش زي ما كانوا ضاغطين في الاول. الهجمات علينا بقت اخطر. ده اللي بنتكلم فيه. يبقى معاك فرو 18 تجي لك كوره يحطها جول، خلصت الكوره، بتيجي تخلصها. لكن هنقعد بقى نستنى بقى ولازم تجي لي 3 4 5 كور عشان اجيب منهم واحده. يا عم محمد هاني مش من فشخنتك، لو مش قادر تلعب اطلع. عارف شريف كان واقف ورا المدافع بيقول يا رب ما تعدي. الله، الحكم رجع الكرة تاني. حمدي فتحي قال له طب والله الله يسترك، انا اصلا كنتش عارف اعمل ايه. يا لهوي، الحمد لله. والله لو لعبها له من بدري الولد اللي بقى في الاوفسايد ده فريق لعيب. راح عبد القادر، ما فيهاش حاجه، ما فيهاش فاول. لا حسب فاول. روح يا هاني. يلا يا نهار ابيض. العب يلا. حط اوف. حلوه، ده الشحات صح؟ هو الشحات. حلوه يلا. الشحات بيجي في كاس العالم ويجي يلا. اوه احتفال كريستيانو رونالدو. يلا الشحات. انا قلت ان الشحات ومحمد هاني بيجوا في كاس العالم ويهيجوا. خدت بالك من حاجه في الجول اللي دخل؟ الكرة اللي اتشاطت على تريسي الخطيرة دخلت جول. الكرة في نص الجون. الكرة مش جامدة قوي يعني. الشوط الأول خلص 1-0 للنادي الأهلي. الشوط الأول كان أحق بيه الأهلي في كل حاجة، عمل فيه كل حاجة، لكن غاب التوفيق على لعيب زي شريف وعلى كذا لاعب في النادي الأهلي. لكن في الأول وفي الآخر الأحق بالانتصار قدر إنه يطلع في الشوط الأولاني كسبان 1-0. وإن شاء الله في انتظار اللي هيحصل في الشوط الثاني، وإن شاء الله هنعدي أوكلاند. حلوه يلا. التاني. والله فريق مالطا يا جدعان والله. عدى عبد القادر كوبري، عدى التاني، جت في ايده من رجله في ايده، مش هيحسبها، لا هيعديها. والله يا جماعه الاهلي يكسب الفريق ده مرتاح يعني، مش محتاجه وجع دماغ. فريق تعبان بجد يا جدعان يعني. يا مسهل الحال يا رب. يلا شحات. السولية. الله على اللي بيعمله الاهلي. الله اخلص بقى يا جدعان. اللي بيتعمل ده كتير. الاهلي ده ولا ريال مدريد وباريس والسيتي؟ خدها عبد القادر. يلا التاني. حط هناك اهو من بدري يا ابني. اخلص يا باي على البيض. والله كرة التاني يا جدعان حرام والله يا جدعان. الاهلي داخل الشوط التاني عشان يمتع جمهوره، بس المتعة لوحدها مش هتنفع. عايزين جون وبعدين نقعد نستمتع براحتنا عشان ما يخشش فينا جون عكس الاتجاه وفي الاخر نقعد نعيط. جامدة حلو والله يا جماعة. يلا الاهلي عامل شوية. يلا
حط له على طول، حط له على طول، روح يا شريف، يلا التاني، حط يا شيفو، حط يا شيفو، حط يا شيفو. الله 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 الله. حرام على امك لو ضيعتها. حلوه السوليه، اسيست عالي عالي ولا حمدي؟ السوليه ولا حمدي فتحي اللي عمل الاسيست ده؟ ده لو حمدي فتحي الجمهور هيفشخني. حمدي ولا السوليه؟ حمدي شكله، يا لهوي. لو حمدي فتحي يا لهوي هتفشخ. حطها زي الخرا شريف. بص حطها ازاي شريف، بص حطها ازاي شريف، حطها معفنه جدا. بس الحمد لله لولا ان ربنا كرم بتريسي. يا عم انت امك ده عيالك. بعد ساعه لعب كامله يا جماعه، خلينا نقول ان شتان الفارق بين ثلاثيه اي مدرب جه مع الاهلي قبل كولر، بتاعت نص الملعب بتاعت حمدي فتحي واليو ديانج والسوليه، وبين الثلاثيه والميكس اللي بيلعب بيه كولر. كولر الراجل بيلعب بنفس الميكس بنفس الثلاثه، اليو ديانج وحمدي فتحي والسوليه، بس بتوظيف واداء مختلف. كان دايما مع موسيماني كان حمدي فتحي واليو ديانج، يعني الاثنين هيلعبوا في نص الملعب دفاع وهيلعب قدامهم السوليه وربك يكرم. الراجل كولر ده شكله جبار، بيلعب اليو ديانج بس هو اللي في نص الملعب لوحده قدام الاربعه مدافعين، والسوليه وحمدي فتحي يا جدعان يعني فاضل شويه ويلعبوا مهاجمين مع شريف. يا راجل اديله. بدأنا بقى نتدلع بقى، بدأنا بقى الدلع والمرقعه بتاعت حسين الشحات، بس بيعدي سبحان الله. دلع ومرقعه بس بيعدي. الله الله الله. الاهلي في تقسيمه النهارده ضد الفريق المسخره ده. حلوه شنو، هتعدي، هيعدي، هيروح. اديله ورا، اديله يلا، العب يا اهبد يا ولا منه رفعها ولا منه شطها. روح يا عبد قادر، روح يا عبد قادر. هات ورا ادي هناك، هات ورا اللي هناك عشان يطلعوا معاك. صح كده، صح كده، صح. استلم، اديله، اجري، اديله، روح كمل جري يا اخي. يا اخي كسبانين 2-0 في كاس العالم للانديه وطمعانين وعمالين نزعق. مش بنتغلب من المحله وبنمشي فريرة وبعدين بنرجعه تاني الزمالك يلا تعاقدوا مع مدرب جديد قوي، يلا في ظرف اسبوع عرفوا يجيبوا مدرب جديد بعد فريرة، مدرب قوي وعارف الدوري المصري وخبره وخد معاهم 2 دوري. رجعوا فريرة تاني. والله الزمالك دول عليهم شويه نكت. يلا فريرة قبل ما يمشي قال لك ايه؟ قال لك انا همشي من الزمالك وعشان خاطر مفيش صفقات والاداره مش عايزه تلبي لي الطلبات اللي انا عايزها. قاموا ماشيين امام عاشور ومرجعينه تاني. قال مش بتلعب تحت ضغط ولا ايه؟ يلا بقى طلع علينا شريف ونزل كهربا هينزل هيموت ويجيب جون ويعمل النينيني ويعمل الحركات. يلا بقى، يلا شريفو. يا نهار ابيض يا ابني، حرام عليك اللي بتضيعه ده يا ابني. بص يا محمد بالله عليك، محمد بص بالله عليك، بالله عليك بص يا راجل. ايه ده بالله عليك؟ حتى الجون اللي جايبه يا راجل حطها وحشه خالص يا راجل، لولا ان تريسي اللي واقفه جون. والله تريسي دي وجبت معانا بما فيه الكفايه يا راجل والله. يلا يا شحات، يلا يا شحات، يلا يا شحات، يلا يا عبد القادر يا راجل، نفسي تحط من مره واحده. الله يا نهار ابيض يا اخي. عبد القادر ده يلعب الكوره من مره واحده مش لازم يوقف ويحنكش. يلا اليو ديانج ده رايق قوي ليه بس؟ ما هناك اهو الراجل بالراحه. يلا شفت تريسي يلا بيستلم الكره ازاي؟ لا تريسي ده جامد. يلا ايوه طلع على الشحات وعبد القادر ونزل بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر. تمام، هيسيب شريف. يلا فريق جميل متواضع مسالم لذيذ. حلوه فتحي. الله بالعرض يا شريف، يا شريف يا راجل، انت راجل بتلعب في النادي الاهلي. ده السوليه حلوه، السوليه مفيش اي مشكله عادي. اديها لهم. روح يا كهربا هناك اهو. ها تاو تريسي شالها. يلا يا طاهر، يلا يا طاهر. اوف سايد ولا ايه؟ ما تلعب يا طاهر، فيه بيجري بالراحه عليه كده. هو حد مبطل السرعه بتاعت طاهر؟ يلا كهريبو يا جامد. شوف الله تاو اوف سايد شكلها. تاو مش عارف، قلبي بيقول لي انها اوف سايد. والله يا جماعه اللي بيحصل ده كتير.
3-0 يعني زيهم زي الزمالك. مش بقول لك اوفسايد على تاو، انا حاسس اوفسايد على كهربا. لا يا راجل مش بتكلم على تاو انا. حلوه يا واد يا كهريبو يا جامد يا نيني 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 نيني. شيك بينالتي ايه يا حبيبي؟ مش بينالتي، ضرب جزاء. بس طالما رحنا كده وتشيك بينالتي شكله مش هيرجعها فاول عادي يا كده. حسب بينالتي؟ لا هيروح يبص على الفار. بس يا عم هيحسبها فاول عادي مش هتحسب بينالتي. هي بصراحه شكلها بره. هي بره باينه خالص. هيجيبوا لك العادل بقى. بره خالص يا راجل، باينه من الاول. انا ما اعرفش ايه ده بلانتي ايه بالعافيه. بس شايف يا اخي لما الناس يبقى عندها كذا كاميرا تجيب من هنا وتجيب من هنا وتجيب كذا من كاميرا. انت التصوير في العالم كله بقى نضيف اللي عندك. ايوه والله. الماتش خلص خلاص والحمد لله بثلاثيه نظيفه. الاهلي بيضرب اوكلاند سيتي وعلى موعد مع لقاء سواندرز ان شاء الله يوم السبت اللي جاي. يا جماعه قبل ما نقفل الفيديو في كلمتين كده حابب اقولهم. ال3-0 دي ما تحسسناش ان احنا جامدين، ان احنا فشخنا اي حد، ان احنا نقدر نكسب سواندرز بسهوله، لان زي ما ال3-0 دي كان فيها مميزات وكان فيها لعب وكان فيها اداء، كان في شويه سلبيات يا ريت ما تتكررش الماتش الجاي. متولي ومحمد هاني سرحوا كتير في الشوط الاولاني. الشوط الاول اللي الاهلي بدا وضاغط ومسيطر واحسن بكتير، والشوط الاول كان المفروض انه ما يخلصش 1-0، كان المفروض يخلص من بدري خالص. بس لو كان في مهاجم احسن من شريف مهاجم كويس، لكن بصراحه مش مهاجم النادي الاهلي اللي كان المفروض لو كان من بدري خلص الكره الاولانيه ما كانش الدنيا اتكعبلت. حسين الشحات في اخر الشوط الاولاني بيفض الاشتباك اللي كان ملوش لازمه ما بين الاهلي واوكلاند، فبيجيب التقدم للاهلي. فبننزل الشوط الثاني طبيعي جدا، اوكلاند خلاص خد الجول الاولاني، ركن على جنب وكولر سخن لعيبته، قال لهم ان احنا احسن، ان الفريق اللي قدامكم ملط، فريق ملوش لازمه اصلا الكعبله والحوارات اللي حصلت دي كلها. فنزل الاهلي عمل اللي احنا شفناه ده كله، ضغط وسيطر ولعب ومتع وكسب، جاب جونين تاني وكسب 3-0. فيا ريت ان شاء الله نحاول بقدر الامكان نشوف لنا فرويد تقيل يخلص لنا الكور ويفض لنا الاشتباك بدري بدري عشان ما نخشش ونستنى لحد اخر الشوط الاولاني لما حسين الشحات يشوط كوره فتخلص الاشتباك، لان الاشتباك ما كانش ليه اي لازمه قصاد اوكلاند يا جماعه. وفي النهايه الحمد لله الاهلي كسب 3-0 وقدر يعدي من اوكلاند سيتي. واشوفكم ان شاء الله في حلقات تانية كتير، وان شاء الله هنعمل رد فعل. وزي ما قلنا احنا زعلانين على قناتنا ولطها كوره اللي ان شاء الله مش هتتقفل، واحنا موجودين مع بعض في قناه ولطها كوره 2. ادعمنا يا ريت، ما تنساش تعمل لايك والشير واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتفعل الجرس وصلنا جديدنا اول باول. فولو البيج بتاعتنا على فيسبوك وابعت لنا هناك لو عندك حلم، عندك اي حاجه محتاج ان احنا نعملها. اتفرج على الحلقات اللي فاتت وسلام عليكم.